قصيدة قديمة من أيام العشرينات عندما كان الجيش الإنجليزي يحتل تهامة، وكان جيش الحكومة الوطنية بقيادة الإمام يحيى يحتل الضالع وعدن، فكانوا يريدون أن يفاوضوا الإمام يحيى على أن ينسحب من عدن والضالع وينسحبوا من الحديدة، فقال لهم لا، إن بحر عدن أسهل لنا وإن طريقه ولو كانت طويلة. فرغبكم مراوغة عجيبة، فجاء وفد بقيادة واحد اسمه جيكب، أرادوا أن يقابلوا الإمام، أبرقوا له من ميناء الحديدة ما سمح، أبرقوا له مرة ثانية ما سمح، وصلوا له الأرض الجبلية، محل يقال لباجل تسكنه وترعاه وتحميه، قبيلة اسمها الحوقرة وزعيمها الشيخ هادي. فقال الشيخ هادي أشتي أمر، قال بجواب من الإمام، قال يا شيخ نعطيك كذا، قال لا استغفر الله العظيم. واحد سمع العطاء قال له، قال الشيخ هادي في الليل يروح بيته ويجيب بدله ابنه في الليل، فعليك بهذا القضية. أعطاه 500 ربية ومر إلى صنعاء. اليوم الثاني صباح الخبر وصل الوفد الإنجليزي إلى صنعاء، الإمام ما وافق. كيف وصل الوفد الإنجليزي؟ كيف لا ما حدث هذا؟ الإمام ما قبلش حتى مقابلتهم، رجعوا من باب المقام، قالوا لا، دفعوا حق ابن هادي الرسوم. من ذلك الحين تغير تاريخ الرشوة وتاريخ تسميتها ومواضعاتها. كانت تسمى في أيام الأتراك البقشيش، عند الفقهاء طبعا تسمى رشوة وهي حرام لأنها تحل حراما وتحرم حلالا. في تلك الأيام عام 26 تحولت لهذا الاسم الحلو حق ابن هادي. فإذا واحد وظيفة هو غير أهلها ولم تكن له وساطات، قالوا دفع حق ابن هادي. إذا أحد دخل بضاعة وأمكن توصيلها قالوا دفع حق ابن هادي. في كل حكاية دفع حق ابن هادي. فهذا ابن هادي طبعا كان جزء من قافية في قصيدة ثانية، قافية ثانية اسمها الجمادي. هذا عائلة توارثت الفقر من القرن السادس عشر، وهم يقال أفقر من جمادي، وآل الجمادي يستهزئون ويتفكهون بالفقر ويرون حكاياتهم الناتجة عن الفقر وكأنهم يشعرون بشيء من اللذة. لا عام 80 أصبح واحد منهم طباخ في السفارة الأمريكية، اشترى سيارة وسافر لحجة، وصل في أول رحلة لراس جبل عالي وسقط هو السيارة. جاء اليوم الثاني خاله من أجل يعزي على أمه، فحسب العادة منتظرة إنه يقول لها عظم الله لك الأجر والبركة في الباقي. قال قلت أنا شرعة، قال أنا جمادي لو وقع طباخ عند الله. في القصيدة كلمة اسمها سعود، وسعود اسم نسائي في الريف اليمنية. هذا القصيدة كان عنوانها وما يزال إلا أنا وبلادي.